بما ان احنا كمصريين قاعدين دلوقتي بنتفرج على كاس العالم وبنتحسر ومستنيين الكابتن مدحت شلبي واحمد شوبير يطلع لنا فول اتش دي ونتفرج على دوري القطايف واللطايف بعد ما كان قدامنا فرصه ان احنا نصعد لكاس العالم. مين السبب اللي خلانا ما نصعدش؟ ما تيجي نعرف مع بعض. بلد زي مصر تعدادها اكتر من 100 مليون، 80% او 90% بيحبوا الكوره وعندهم شغف ليها بمختلف انتماءات، وبالنسبه لهم الكوره هي المنفذ الوحيد في ظل الظروف الاقتصاديه الصعبه، حتى دي استصعبوها على الناس الغلابه ان ينفسوا عن نفسهم. والمتهم الرئيسي في القصه دي كلها وعدم صعودنا، او على الاقل ان احنا كنا نقدر نحارب على بطاقه الصعود ونتجنب التصنيف الاول في افريقيا، حسام البدري. وقت تولي حسام البدري المهمه، حسام البدري كان المفروض عنده اجنده دوليه وفي مباريات وديه نلعبها، ومن المعروف الاجنده الدوليه دي بتتلعب عشان المنتخبات تحسن من تصنيفها، وعشان لعيبه المنتخبات تعمل احتكاك بالفرق الضعيفه وفرق القويه عشان تحسن من تصنيفها، وعشان لو هتضيف عناصر جديده تجربها في الماتشات الوديه. بس هو رفض بحجه الاجهاد، اجهاد لعيبه الاهلي عشان كانوا بيلعبوا في افريقيا، واجهاد لعيبه بيراميدز واللعيبه اللي في اوروبا مجهده، فهو رفض يقيم المعسكر ورفض ان المباريات تتلعب بحجه الاجهاد، وده جزء من التصريح بتاعه. فانا دلوقتي لو فكرت ان انا اعمل مباراه وديه، ايه الجدوى منها؟ على حساب الضغط على الاهلي وعلى حساب الضغط على بيراميدز اللي هم مشاركين افريقيا، وفي نفس الوقت الاهلي بيشتكي من الضغط، وهم الاربع المحترفين والزمالك وبيراميدز والاهلي هم 95% من قوام المنتخب اللي انا يعني القايمه بنختار منها تقريبا 95% منها. فانا ايه الجدوى ان انا اعمل مباراه وديه؟ هزود الضغط اكتر على اللاعبين، هطلب من المحترفين ان هم ما ياخدوش فتره اجازه او فتره راحه. وسايب لك لينك التصريح في الكومنتات. واحقاقا للحق، الاهلي مالوش ذنب ولا بيراميدز له ذنب ولا حتى لعيبه اوروبا لها ذنب. الذنب الوحيد او المتهم الوحيد رئيس اتحاد الكوره واللي قائمين على المنتخب الوطني وحسام البدري. الناس دي ما اتحاسبتش ليه؟ وفي النهايه هم استكتروا على الناس الغلابه انها تطلع بره ضغوط الحياه والمشاكل الاقتصاديه والقرف اللي بيشوفوه في حياتهم. 90 دقيقه كانت كفيله ان بتطلع الناس من ضغوط الحياه، كانت بتخلي الاهلاوي والزملكاوي والاسماعيلاوي والمصراوي الناس كلها لحمه واحده، الست قبل الراجل. بس هم استكتروا على الناس الغلابه. والسؤال هنا اللي هيفضل، لحد امتى المسؤولين على الاخفاقات الرياضيه محدش بيحاسبهم؟ وليه حسام البدري ما اتحاسبش؟ وليه المسؤولين ما بيتحاسبوش؟ لو حد عنده اجابه يا ريت يقولها لنا.